لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أنا يا جماعة اسمي أم هشام. أنا بقالي 6 سنين على اليوتيوب. أول من 2019 شهر 12 عملت قناة، قعدت 3 سنين، وبعد 3 سنين القناة اتقفلت وحصل مشكلة كبيرة ما بيني وما بين صدفة جاية، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، منها لله. رجعت عملت قناة تانية في نفس اليوم برضو، وبعد 3 سنين انا كان محتوايا طبخ، والله ربنا اللي يعلم. انا كنت بنزل في اليوم 3 4 فيديوهات وحياة ربنا. فالقناة اللي هي التانية بقى اللي انا عملتها، يعني بسم الله ما شاء الله، انا ما بقتش يعني ايه، محتوى الطبخ ما بيجيبش مشاهدات خالص. فانا ما بقتش انزل ايه طبخ قليل، يعني ما انزل ايه فيديو كده ولا حاجة. وبعدين يا جماعة الخير، القناة بقيت انزل بقى ترندات وكده، وساعة الوفاة بتاع ضاضة ابن اسماعيل الليسي الله يرحمه، طبعا الفيديوهات جابت مشاهدات جامدة واترفعت. بقيت انزل بقى ترندات كده واخبار وكده، لحد القناة ما بقت 31,000 مشترك. وما اعرفش كان ايه برضه، ما اعرفش اتقفلت، بس دي اتقفلت ايه، انا متهيألي هي اتهكرت، لان ما جاليش رسالة خالص ان هي اتقفلت او ان اليوتيوب قفلها. انا فجأة ما لقيتش القناة، كنت فاتحة الظهر، بعدها ب5 دقايق ما لقيتهاش. مش عارفة اتهكرت ولا ايه بالظبط. كلمت واحد عشان ياخد يعني يرجع لي القناة وكده، طلب مني 5000 جنيه. طبعا بقيت مش عارفة اتصرف له ازاي، قلت له والله العظيم ما معايا ولا احتكم على جنيه حتى. طب لما القناة ترجع اديك الفلوس. قال لي لا ما ينفعش، وانا احط من جيبي، هصرف واحط من جيبي. قلت له ايه اللي هتصرفه تحط من جيبك؟ المهم مرضيش، والله العظيم اقسم بالله انا استلفت الفلوس من 3 اشخاص لحد ما جمعت له 5000 جنيه وبعتهم. قال لي 15 يوم والقناة ترجع. 15 يوم والقناة ترجع. 7 شهور لحد دلوقتي، من شهر 5 لحد شهر 12 القناة ما رجعتش. وقال لي مالكيش فلوس عندي، انا اشتغلت بيهم. ده الواحد يقول له ايه؟ وربنا اللي عالم بيا يعني. فانا مش مسامحاه في ال5000 جنيه، وحسبي الله ونعم الوكيل. فانا عملت قناة تانية يا جماعة، بس انا مش حاطة صورة ليا ولا حاجة، ممكن اللي يشوفها يقول حساب ولا حاجة. دي قناتي، هي اسمها ام هشام، برضو ترندات وكده، وقال لي الفيديو لو طبخ صورة شورتز ولا حاجة. فاقفوا جنبي ودعموني، جبر الخواطر على الله، ربنا يسعدكم يا رب، دعمكم هيفرق معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.